الحسن البصري قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدا. إن يكن هناك غدا فكن له مثل ما كنت في يومك، وإن لم يكن هناك غدا فلن تندم. يعني أنا النهاردة في يومي هعمل الخطة اللي أنا كاتباها بالظبط، وهمشي عليها بالملي، وهعمل كل حاجة في الخطة دي كأني آخر مرة هعملها، فتروح هعملها بأحسن ما يمكن. آخر صلاة ليك النهاردة، فتروح عاملها أحسن ما يمكن عشان تقابل بيها ربنا. الشغل ده آخر مرة هشتغله، أتقنه أحسن ما يمكن، لأن ده اللي هسأل عليه. فبكرة جه تمام، خير وبركة، هشتغل فيه زي النهاردة. ما جاش، أنا مش ندمان يا ربي، أنا عملت أحسن ما عندي. ده أول حاجة. كم واحد فينا قال أنا هبدأ الدايت يوم السبت الجاي، هبدأ دايت أول يوم في الشهر؟ كم حد فينا بيقول طب بكرة هخلص الكتاب ده وهبدأ أقرأ؟ كم حد قال بكرة بكرة بكرة؟ طب وبعد كده؟ تعالى أقول لكم على الأسباب اللي بتخلينا نقول بكرة كتير. أول سبب هو الكسل. أنت كسلان، كسلان قوي، وعايز تنام، وعايز ترتاح، وعايز تفضل في الكومفورت زون، ومش عايز تخرج منها. خايف، خايف، وحتة الكسل دي مخلياك تقول دي الشماعة بتاعتي. طب كسلك ده حله ايه؟ حله باور اوف واي. وانت بتكتب الهدف بتاعك، وانت ماشي في دنيتك دي، لازم تبقى عارف انت ماشي فيها ليه. مجرد ما تفهم الرسالة اللي انت جاي عشانها، مجرد ما تفهم الهدف ده انت كاتبه ليه، هتعرف ان الباور اوف واي كبيرة ولا لا. ليه قوة الليه نفسها هي اللي هتخليك تتحرك. تاني حاجة ممكن تخلي الواحد اصلا يسوف: خايف من المجهول، مش عارف النهاية دي ايه. عمال يفكر طب انا نهاية الموضوع ده ايه، طب هو ده الطريق الصح، طب انا لما هوصل للطريق ده يعني هبقى مرتاح، هبقى هادي. طب انت هتعرف ازاي اللي لو مشيت فيه؟ هتعرف ازاي ان هو ده الطريق الصح ولا لا؟ طب جرب. ايه الورست كيس سيناريو؟ انك تفشل. ايه الورست كيس سيناريو؟ وان ما يبقاش الطريق الصح. طب ما اديسون عمل كده 10,000 الا مرة 10,000 مرة جرب اللمبة، ودي يحط مرة ليد، ومرة كابر، ومرة كل حاجة وود، وكله قالك خلاص مش يبقى اكيد اللمبة دي ما تنفعش خشب، اكيد ما ينفعش احط فيها نحاس، اكيد ما ينفع، وهكذا لغاية ما وصل خالص للحل. فايه المشكلة؟ تالت حاجة ممكن تخليك ما توصلش او بتسوف هي التردد. متردد، خايف من الفشل، خايف من النقد، خايف من القيل والقال، خايف من كلام الناس. ارجع اقولك ان ده معتقد في بالك. فطول ما انت هتسمع لصوت الفشل او صوت النقد او صوت الخوف، ده هيخليك تسوف. حله ايه؟ زود استحقاقك بنفسك، زود ثقتك بنفسك، ففي الاخر خالص هتبقى عندك ماشي في الطريق ده. مش دعوه بقى انت قوله قد ما تقوله، ماشي. ممكن اسمع من الناس، اتعلم من خبراتهم، بس مش اي حد اسمع له، ومش اي حد اديله ودني. لازم تبقى عايش في حياتك بهذا الكونسبت. ايه تاني ممكن يخليني اسوف؟ الحاجة اللي انا بشتغل عليها دي ما بحبهاش، انا مش بحب ده، مجبر عليه. وحاجات كتير قوي في حياتنا بنبقى مجبرين عليها، زي غسيل المواعين عندي مثلا، مجبر عليه بس ما بحبوش. فحله ايه؟ eat the frog. قاعدة eat the frog هي الحل في الحاجة اللي انت ما بتحبهاش. كل الحاجة اللي انت خايف منها في الخطة بتاعتك، ابدأ بيها يومك وخلصها. لان انت لما بدأتش بيها يومك هتفضل طول اليوم عمال تبص عليها وتفكر فيها، وطب انا هخلصها امتى، واصلا مؤثر على ده، مؤثر على التاسكات بتاعتك بده. وفي الاخر خالص ممكن فعلا لو اخرتها لاخر اليوم تسوفها وفعلا ما تعملهاش. فايه ذا فروج في الحاجة اللي انت ما بتحبهاش. طيب ايه تاني؟ التاسك اللي عندي كبيرة قوي، كبيرة فعلا، المفروض ان انا اتشيك 50 ايميل مثلا، لا، وعمال تأجله بيروح لحاجات تانية، ويأجل ده بيروح لحاجات تانية، وفي الاخر خالص يسوفه لانه مش عايز يعمله. كبير، هو مش ما بيحبوش، هو كبير عليه. حله ايه؟ الحاجات الكبيرة قوي دي سمولت، جزئها، صغرها، قسمها.
كل ما تقسمها على مدار اليوم خلاص هم 50 ايميل، اخليهم مثلا 5 في 5 في 5 فيخلصوا اسرع وما تحسش بيهم اصلا بقية اليوم بتاعك. طيب ايه تاني ممكن يخليني افشل؟ انتظار ساعة الصفا. مستني يبقى معايا فلوس عشان ابدا اعمل فيديوهات بقى وابقى كونتنت كريت، مستني حال البلد يتحسن علشان ادور على شغل احسن، عشان مستني. هتفضل مستني ساعة الصفا اللي عمرها ما هتيجي طول ما انت قاعد مستنيه. ليه بقى؟ لان لو انت اصلا من الحد اللي بيسوف بسبب ساعة الصفا ده، كل ما الحل اللي انت مستنيه يجي هتطلع حاجة تانية. وده في الجلسات بتاعتنا بنشوفه كتير جدا، تقعدي تنبشي بقى معاها كده جوه العقل اللاواعي اللي هي مش واخده باله منها ده، وتلاقي في الاخر خالص ان الحل كان في معتقد هي حاطاه في بالها مخليها تسوف، بس بتقول بره انا مستنيه ساعه الصف. فما تسمعوش لصوتكم الداخلي ده اللي هو انتظار ايه عشان ايه، وستارت ناو. لان انت لو ما بداتش دلوقتي هتستنى ايه؟ عايز تفضل بنفس الحال ده بعد سنه او سنتين؟ طب انت فوقك بقى من نفس الحال ده، عايز تفضل تأجل الحاجة لغاية ما يوصل لمرحلة انه بدل ما كانوا 100 50 ايميل بقوا 100 بقوا 150 بقوا 180؟ مستني ايه؟ فشوف السبب اللي انت مخليك تسوف وحاول تحله. وهحط لكم اسئلة تحت الفيديو في الديسكريبشن، اقروها كويس قوي وشوف نفسك انت وانت جاي تعمل الحاجة دي ليه مسوفها. هل هي مهمة بالنسبة لك؟ حطيت لها خطوات اصلا عشان تنجزها ولا لأ؟ طب ايه الحاجات اللي بتعيقك ان انت تنجزها؟ وبالتالي لما تعرف ايه الحاجة اللي معيقاني، سواء كانت اسبابها في الفيديو اللي انا قلته او اسباب تانية خارجية، مفيش مشكلة خالص، نحط الحاجة اللي تخليني احل المعيق ده وبالتالي انجز واشتغل وما سوفش. ولو احتجتوني في اي حاجة سيبولي كومنت وانا هتواصل معاكم.